اهو مش ادي اخر كعب يا عبد الله، وادي الراجل اهو، شوف ده ايده فين اهي، ايده اهي وكتفه اهو ودماغه اهي. بتكدب الفار يا كابتن. الفار فار حرامي ده كده، الفار نصاب وكده بقى. مش عايزين نتكلم بقى عليه العوض. الكابتن رضا يقول لك عليه العوض. عارف بيفكرني بمين؟ اصبر بس وافهمك والله. فاكر فيلم رمضان ابو العالمين حموده؟ الست اللي كان ابنها ضايع عنها، او مسلسل او فيلم حاجه كده يعني. فاكر الست اللي ابنها كان ضايع منها وكانت تقعد تقول يا عوض يا عوض؟ هو الكابتن رضا اقسم بالله فكرني بيها نفس اللهجه ونفس الطريقه وهي شبهها كمان. السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد. الف مبروك لكل اهلاوي على الفوز، ودايما الاهلي رافع راسنا ومفرح، ومفيش اجمل من انك تبدا شهر رمضان الكريم بفرحه زي فوز الاهلي على الزمالك في نهائي كاس مصر. كان بيقول لك دي البطوله المحببه لنادي الزمالك، لكن الاهلي هو الاكثر تتويجا بيها، والاهلي طول عمره المسيطر على كل البطولات. فمليون مبروك على كل اهلاوي، وجهز نفسك بقى عشان عندنا حلقه ناريه. فما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. يلا بينا. طبعا قبل المباراه طلع الكابتن عفت نصار وقال توقعاته وتمنياته اللي ابهرت الجميع، فانا ما كانش ينفع ارد عليه غير بعد المباراه، لاني عارف ومتاكد وواثق في فرقتي، وواثق ان الاهلي دايما رافع لي راسي. فتعال نشوف الكابتن عفت نصار قال ايه قبل المباراه. وتوقعاتنا للماتش. يعني انا بتوقع يا جماعه ان انت توقعت 5-2 يا كابتن. ان في هو عالمي هو بقى. يلا بقى ايه انت توقعت 5-2 على فكره 5-2 قال الزمالك يكسب 5-2. قال كده بجد؟ اه والله ان شاء الله ان شاء الله. وبعتها على فكره لمين؟ الزمالك. قال الزمالك؟ ايوه قلت كده فعلا. اه والله العظيم، وكتبتها كمان في التوقع في المسابقه اللي عاملها تركي آل الشيخ. ايه ده؟ بجد والله العظيم. والله العظيم عندي احساس بكده والله. 5-2 5-2. طب بص ليه؟ لا دي مساحته، هو ما يقدرش يتكلم. واتوقع للمباراه ان هيبقى فيها طرد. طب ده توقع ولا امنيه بس؟ لا ده امنياتي وتوقعاتي. وتوقعات. على عراف المصري شد وجذب كتير جدا كمان. طب ها؟ على عراف المصري عفت نصار. مصطفى نوير اثبت باللقطه دي. 5-2 بتحطوا نفسكم في مواقف بايخه. 5-2 يا راجل، ده انت مفتري يا راجل. على راي مدحت شلبي، ده انت مفتري يا راجل. كابتن عفت انا عاوز افكرك بحاجه بس، بعيدا ان انا متوقع منك الرزع والهبد ده، وهو ده اسلوبك يعني ومتعودين عليه، لكن نفسي اعرف بتحط نفسك في المواقف البايخه دي ليه؟ 5؟ انت عاوز الزمالك يكسب الاهلي 5؟ ده حصلت امتى دي؟ طب ما تتغطى وانت نايم يا كابتن عفت، مع احترامي الشديد لحضرتك يعني، بس اتغطى، بلاش تسيب نفسك ببردان كده. ال5 دي يا كابتن عفت عاوز افكرك بس ان الاهلي هو اللي فاز بيها على الزمالك مع موسيماني، ولا نسيت؟ لو كنت نسيت افكرك، ده لولا جبن موسيماني وخوفه الشوط الثاني كان ممكن ينزل ويكسب 10 مش 5، لكن هو استكفى بال5 وقال رأفة بالزمالك. لا وايه، ساعتها الزمالك كان عنده اساطير اللي انتوا كنتوا بتسموهم اساطير، فجاي دلوقتي بشويه الصفقات التعبانه اللي عندكم دول وعاوز تكسب الاهلي 5؟ يا راجل اتقي الله، احنا لولا في رمضان كنت رديت عليك رد تاني. سيبك بقى من الكابتن عفت وتعالى الكابتن طارق يحيى ونشوف قال ايه قبل المباراه. الاهلي خوف. الاهلي فين دلوقتي؟ يعني الاهلي غيابات كتيره، عنده غيابات كتيره. النادي الاهلي بيعاني معاناه شديده دلوقتي. عمليه يعني انا لو انا بلعب مع الاهلي الماتش ده لا انا ادوس. ليه؟ النادي الاهلي عنده الديفنس بتاعه مؤثر بشكل كبير. يعني النادي الاهلي عندك الشناوي مش موجود، اللهم صل على ياسر ابراهيم مش موجود، عندك موديست موجود. فاهم يعني دي نقطه قوه. يعني دي نقاط ضعف في النادي الاهلي بالتاكيد. النقاط اللي انا قلتها دي يعني كل التقدير واحترام يعني النادي الاهلي مش كامل العدد. الاهلي مش كامل العدد. ليه؟ ديانج مش موجود، لعيب مؤثر جدا. طبعا عنده امام عاشور وعنده نبيل كوكا اللي اصاب طبعا. ده بيقلل من حظوظ النادي الاهلي في فوز المباراه. انت بتدور حوالين ايه؟ مش حاجه انت عايز انا بقول لك ده بيقلل من حظوظ النادي الاهلي في هذه المباراه، وبيزود حظوظ الزمالك بشكل كبير جدا في المباراه. كابتن طارق بيقول لك طبعا الكلام ده قبل المباراه، الزمالك كفته اتقل من النادي الاهلي، ده مبدئيا. تاني حاجه بيقول لك ان موديست بيلعب مع الزمالك مش مع الاهلي، هو بيستظرف ما علينا عدي. تالت حاجه بيقول لك غيابات النادي الاهلي مؤثره وهتاثر عليه في اللقاء، دي تالت واحده. رابع واحده ودي المصيبه، بيقول لك انا لو بلعب ضد الاهلي المباراه دي انا ادوس. كابتن طارق تدوس على مين؟ واحده واحده بس، واحده واحده، وسيبك من مهيب اللي قاعد معاك على البسطه ده.
تدوس على مين؟ على النادي الاهلي؟ ده النادي الاهلي لو ما عندوش نجوم خالص ومصعدين الناشئين يكسب اي فرقه. لو مش مصدقني ارجع للتاريخ. كفه مين يا كابتن طارق اللي اتقل بس على كفه النادي الاهلي؟ روق. طب اديك خدتها صايمه و2-0 كمان. اتمنى بقى تتعلم، وقبل ما تتكلم على الاهلي تبقى تقرا تاريخ الاهلي الاول. انا مش فاهم انت والكابتن عفت نصار هتورينا وشكم تاني على التلفزيون ازاي؟ انا لو منك اعتزل بعد الفيديو ده انت والكابتن عفت. لكن هقول ايه؟ عندكمش دم. اقلب يا ابني. تعالى بقى الموضوع قتل بحثا وبقالنا يومين مفيش كلام غير فيه، وهو موضوع هدف امام عاشور، تسلل ولا مش تسلل؟ وتعالى اوريك العقليات الزملكاويه بتفكر ازاي وبتطبق القانون ازاي. اسمع معايا الفيديو ده كده. هدف الأهلي الأول اللي جابه إمام عاشور من تسلل واضح فاضح. هنا الزاوية الأصلية وهنا الزاوية العكسية، تسلل واضح وحسبته دلوقتي أهو حضرتك. لحظة لعب الكرة بصوا، ما لعبتش في الصورة زي ما هي اهي. بصوا رجلين فتوح اختفت وجسم إمام عاشور هو اللي باين. تسلل واضح فاضح. وادي الزاوية العكسية نفس الطريقة، ما بلعبش في الصورة زي ما هي اهي. بصوا حضراتكم، كنت اتمنى العدل وكنت اتمنى الهدف يكون صحيح، لكن الصورة ما بتكذبش. هدف من تسلل واضح فاضح. طبعا ده زملكاوي طلع يوضح ويشرح لاخواته الزملكاويه الصغيرين ازاي ان الهدف تسلل. خدت بالك من طريقه الاقناع؟ خدت بالك من العقليه؟ بيقول لك تسلل واضح فاضح. والله ده هو اللي فيديو واضح فاضح للعقليات بتاعتكم. الاستاذ المحترم ده جايب لك الصوره اللي هي صوره الكادر بتاع الكاميرا، وبيمطها ببرنامج علشان يثبت لك ان اخر رجل عبد الله السعيد مش مع اخر امام. طب يا عبقرينو يا اللي بتقول ما بعدلش في الصوره، انت لما بتمط الصوره بتمطها على الكادر اللي الكاميرا واخداه. الكاميرا مش واخده الكادر الصحيح، الكاميرا مش واخده الكادر المستقيم، الكاميرا واخده جنب. كادر الصوره خادع، ما ينفعش تجيب الصوره وتمطها ببرنامج وتقول لي بص تسلل. لو الدنيا بالسهوله دي اشتغل حكم رابع وتمسك فار بقى. اتقوا الله في عقول الناس. طيب المشكله ان في ناس بتسمع الفيديو وتقول سبحان الله، شوف سبحان الله، اكتب سبحان الله. ايه الضحك ده؟ بيمط الصوره ببرنامج وعاوزني اصدق؟ طب سيبك من ده، تعال الكابتن رضا. الكابتن رضا الزملكاوي برده كان بيشرح لاخواته الصغيرين الزملكاويه. تعال نشوف بيشرح ازاي. راجل ما كانش بيرجع يدافع. بص ده لو راجل هي كبير. الكرة دي، انا عايزه يبقى قدام. لو هي الكرة دي يبقى عليه العوض دي اوفسايد. هو عبد الله السعيد كان بيدافع يا فاروق؟ لان احنا ما شفناش. هو في حركه. لا 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 لا, لا. اهو جايبين لا بس قفشه لسه ده بيحط خط الشاشه الكرة. مش خطنا احنا. ده خط يعني الشاشه. تبقى واخد بالك يعني لا من غير خط الشاشه، ده خط الشاشه كمان جايبها لك مظبوطه. ده بص يا كابتن لما احنا شفنا الفار واحنا بنتفرج على الماتش ده هقوم الخط بقى. الازرق. هقوم لا بص هقوم. لا هقوم. بص ادي رجل عبد الله السعيد اهي خط معوج انا بتاعي معوج اهو. لا يا كابتن ده دي مش لا يا كابتن، دي خطوه يا كابتن اسمع، دي خطوه يعني اكيد. لا دي خطوه جايبينها. لا استنى اهو بما بما يرضي الله اهو مش ادي اخر كعب عبد الله، وادي الراجل اهو. شوف ده ايده فين ايده وكتفه اهو ودماغه بتكدب الفار. كابتن الفار حرامي ده كده. الفار نصاب وكده بقى. مش عايزين نتكلم بقى عليه العوض، والله عليه العوض. لو هي كده لا في الفوز بتاع الاهلي ليه كده؟ ما ده فوز. ما بص انتوا بتعملوا تاريخ. ده بتعملوا تاريخ بحاجات زي كده. لا ايه ازاي يا كابتن؟ زي الناس. انت عملت التاريخ الكابتن رضا يقول لك عليه العوض. عارف بيفكرني بمين؟ اصبر بس وافهمك. والله فاكر فيلم رمضان ابو العالمين حموده؟ الست اللي كان ابنها ضايع عنها، او مسلسل او فيلم حاجه كده يعني. فاكر الست اللي ابنها كان ضايع منها وكانت تقعد تقول يا عوض يا عوض؟ هو الكابتن رضا اقسم بالله فكرني بيها. نفس اللهجه ونفس الطريقه وهي شبهها كمان. كابتن رضا بيقول لك ان هو تجيب ورقه لما تعوز تعرف دي تسلل ولا لا. تجيب ورقه تكون بيضه، لازم تكون ورقه بيضه ما يكونش مكتوب فيها، وتحطها على اخر لاعب واول لاعب وتشوف هل هي كده تسلل ولا لا. لو الولد شافف من الورقه شويه اعرف ان هو تسلل. شفت طريقه الفار الجديده؟ هي دي طريقه الكابتن رضا في معرفه التسلل. تمام؟ عرفت هو بيشرح لاخواته الصغيرين الزملكاويه. طبعا الفيديوهات بتاعت الكابتن رضا ده اتاخدت اتشيرت وقال لك شفت كابتن رضا صاحب قضيه بيشف بالورق على الشاشه. من العقول. اقلب كمل معانا. انما الكرة اوفسايد باينه جدا انها اوفسايد يا جماعه. يعني انا خدوا بالكم، انا ما بحبش اتكلم على التحكيم، انما ما فيش حد شاف الكرة دي وقال لك مش قال لك جول. لا باينه. والله ايمان اللي رفع قال لك اوفسايد. ان بقى يحصل اللي حصل ده، اقسم بالله الزمالك حرام يخسر بجد.
خلاص يا كابتن طارق عشان خاطر ما تزعلش وما تعيطش، اهدى بس، اهدى وصلي على النبي. حرام حرام، هو حرام فعلا حرام، معلش ما تعيطش يا كابتن طارق، اهدى كده وانا هشرح لك دلوقتي هي تسلل ولا لا، ما تزعلش. انا اهم حاجه عندي زعلك. تعال بقى نشرح الكره تسلل ولا لا. تعال بقى نرد على العقول اللي انا وريتها لك دي بعض العقول، لان في ناس كتير اتكلمت لكن مش هقدر اجيب لك كله يعني، واوريك طريقه رسم الخطوط اللي الفار بيرسمها. اولا عاوزك تركز معايا وتفهم ان زاويه الكاميرا ملهاش علاقه خالص بالفار. يعني الفار ملوش علاقه بزاويه الكاميرا، الفار ده برنامج على كمبيوتر عنده مقاسات الملعب. كل الفكره ان الحكم بيحط نقطه على اخر جسم المدافع واول جسم المهاجم، والبرنامج تلقائيا بيقوم راسم الخطوط على ابعاد الملعب، على ابعاد الملعب مش على ابعاد الكادر بتاع الصوره، لان مش كل الملاعب قد بعضها ومش كل الكاميرات بتبقى محطوطه زي بعضها. فبص معايا في الصوره دي كده، دي الصوره طلعت لنا على الشاشه واللي الفار حط عليها الخطوط. الكادر هنا معوج، بمعنى ان لو شلت الخطوط تشوف ان اللاعب امام عاشور متقدم على عبد الله السعيد، ان امام تسلل. لكن لما تيجي تبص على الصوره اللي الفار وضحها لنا هنا هتلاقي ان الخطوط، الخط الاحمر والخط الازرق مالهمش علاقه بزاويه الكاميرا، هم محطوطين على حسب ابعاد الملعب. يعني بص على خط ال 18 وقيس من خط ال 18 لاول الخط الاحمر هتلاقيها من اليمين قد الشمال، بمعنى ان المسافه من عند عبد الله السعيد لحد خط ال 18 هي نفس المسافه من عند امام عاشور من عند الخط لخط ال 18. فاذا الفار وبرنامج الفار اللي محطوط على سيستم ومصروف عليه ملايين ما بياخدش بزاويه الكاميرا، بياخد بابعاد الملعب. فطبعا انا كنت لازم اوضح النقطه دي، لان في ناس كتير ناسياها وعماله تهبط زي ما انتم شايفين، ويقول لك اللي ماسك لك ورقه واللي بيمسك لك الصوره يمطها، واللي اصلا مش واخد باله من مقاسات الملعب، واللي مش واخد باله ان الكاميرا كادرها مش معدول. نسيوا كل ده وعاوز يطلع لك اي مبرر، اي حجه، اي تلفيقه. فانت كزملكاوي عاوز تقنع نفسك باي طريقه ممكنه ومش شايف اي حاجه غير انك عاوز تقول ان الهدف تسلل، يا عم قول، هي البطوله خلاص اتحسبت. لكن انا كل اللي عليا عاوز افهمك، مش عاوزك تمشي ورا العقول اللي احنا سمعناها من شويه، عاوزك تفكر شويه. اتعب نفسك يا عم وفكر شويه هتفهم، ولما تفهم هترتاح. تعال بقى سريعا كده نشوف الكابتن رضا قال ايه على امام عاشور، لانه هو حطه في دماغه الفتره الاخيره وزعلان ومقهور ان هو ساب الزمالك وجه الاهلي. اسمع كلام، اتلاعب 90 دقيقه، اسمع اسمعني، بص اكمل كلامي وبعد كده عقب. اتفضل يا كابتن. امام عشان برضه توضيح امام لعب، ايوه بوضح لك اهو. 90 دقيقه مفيش باص صح، مفيش شوط على الجون صح، مفيش كروس صح، ما قطعش مره صح. طيب مين بقى اللي نزل وخلى امام بقى حلو؟ الراجل اللي عمل له الاسيست. هو لولا الراجل اللي عمل له الاسيست ده كان هيجيب جون؟ تمام، هو لولا امام كان قفشه مش هيجيب، مع انه ما جاب. ما انت جبت يا حبيبي هنا عمو جاب حبيبي. لا اسمعني لا انت فتحت الجيم بالجون ده. طيب انت في اخر دقيقتين تجيب جونين ثلاثه تاني. لو لعيبه الاهلي اصلا لعيبه واقفه على رجلها ومركزه، واخد بالك؟ انما مين اللي فتح لك الجيم؟ هو 1-0 مش زي 10-0. تمام، 1-0 مش هيخليك تشيل الكاس، ولا 2-0 ولا يخليك تشيل الكاس. 1-0 او 2-0، 1-0، واخد بالك؟ فانا دلوقتي الراجل ده اللي نزل عمل طفره وغير الشكل وعمل الاسيست وجاب جون تاني، هنقول ان لا هنقول ان ده جاب جون وعمل جون وده جون وعمل جون. بس هنا بقى الدقايق اللي ده لعبها قد ايه وكان عامل ايه في المباراه، والتاني نازل كام دقيقه؟ نازل انت بتقول لي في الدقيقه 73 صح؟ لما ينزل في الدقيقه 73 ويجيب جون ويعمل جون، يبقى ده ايه؟ لو عدل ربنا موجود والناس اللي هي بتدي نجم المباراه عندها ضمير ومش اهلاويه لازم يدوها القفشه. بس برضه هم حسبوها بعدد الدقايق اللي شارك، ما عملش. ما هو الكلام ده لو طول الماتش بيشوط وتيجي في العارضه، بيشوط والجون بيطلع، بيشوط والجون بيمسك، واخد بالك؟ عمل اسيست الكهرباء ضيعه، عمل اسيست الشحات ضيعه، عمل، شفت الكلام ده؟ هنا الكابتن رضا عاوز يقلل من امام عاشور باي طريقه، حتى لو هيعلي عليه قفشه. انا ما عنديش مشكله تعلي قفشه، هو قفشه لاعب جامد وقفشه هو اللي غير المباراه وانا معاك في كل حاجه، لكن انت عاوز تقطع في امام عاشور تحت شماعه ان قفشه افضل منه، دي ما تدخلش عليا. دول جوز لعيبه عندي في الفريق وانا عارف اهميه كل واحد. عشان تحارب امام عاشور فتقوم تمجد في قفشه وتقول ان امام عاشور ما عملش ولا باص صح ولا شاط ولا شوط ولا كان مؤثر ولا كان له لازمه في المباراه. طيب تعالى لي بقى اوريك احصائيات امام عاشور عشان ما بحبش ارد بالكلام بس. دي احصائيات امام عاشور ضد سيراميكا. بص على الراجل اللي انت بتقول عليه مش مؤثر ومالوش لازمه ومالوش فايده في النادي الاهلي من يوم ما جه. الراجل في المباراه صنع 3 فرص،
وحاول 6 مرات، منهم 3 مرات صحيحه. دقه التمرير 30 من 46. الكرات الطوليه لعب كره طوليه صحيحه 100%. المراوغات راجل نص ملعب بيلعب رقم 8 وبيراوغ في المباراه بمعدل 3 و4 مراوغات صحيحه في المباراه. الفوز بالكور والالتحامات اللي انت بتقول ما بيدافعش ما بيقطعش كور، 16 كوره قطعها. الكره الثانيه اللي هو اصلا مش مميز كهيدر بياخدها في المباراه بمعدل 10 كور في كل مباراه. الاعتراض والتاكلينج الناجح 5 كور في كل مباراه، وهو مش ديفندر، ده هو بيلعب صانع لعب ورقم 8. طبعا خساره الكره تحت ضغط خسرها 8 مرات، وهو بيلعب في مركز من الطبيعي ان ينضغط عليه بلاعب وباثنين وثلاثه. فما تجيش تقول لي انا كواحد مشاهد وراجل بحلل الماتشات وراجل اهلاوي فاهم لعبتي وفاهم مين المهم ومش مهم تقلل من امام عاشور عشان عندك مساله شخصيه معاه. واحنا ما بنمجدش حد، احنا بندي كل واحد حقه. الراجل مجتهد، ومن يوم ما جه النادي الاهلي وهو بيلعب ومؤثر، ومن اهم ان لم يكن اهم لاعب نص ملعب في مصر حاليا. فمشاكلك الشخصيه ده كابتن رضا تحلها ورا الهوا، ما تطلعش تقولها لنا وتوجع دماغنا بيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مش متعود ان انا اهرب، ومش متعود ان انا ما اطلعش بعد اي خساره، حتى لو خساره كبيره وخساره مهمه في ماتش غريب جدا 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 من الفرقتين. يعني الزمالك، خلينا نقول ان الخساره مش نهايه العالم في الكوره، بس اللي يزعل ان السيناريو معروف ومحفوظ ومتكرر كتير قوي 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 يا زمالك، كتير. يعني احنا لعبنا واستحوذنا وللاسف الشديد الخصم كسب. احنا كنا الافضل وشكلنا كان افضل وكل حاجه افضل، والمفروض كمان يعني كانت الامور تبقى مختلفه وبكور سهله جدا تخسر ماتش زي ده. يعني ماتش زي ده ما ينفعش تخسره باي وضع من الاوضاع. كل جمهور الزمالك وهو بيتابع اللقاء كان عارف ان السيناريو ده رايح للخساره. الفرقه لانك لما تقعد اكتر من 80 دقيقه ما تستغلش انك افضل وتسجل، لازم تخسر، لازم، ما فيهاش كلام. ودي المشكله الكبيره اللي احنا بنقع فيها، المشكله الكبيره اللي بيقع فيها اجيال متواليه من الزمالك، حتى بما فيهم احنا. كنا بنبقى افضل في اوقات كتير جدا ونخسر بكره ملهاش اي لازمه، بفرصه سهله، ونقعد نضيع ونقعد نتدلع. يا جماعه لازم السيناريو بتاع نادي الزمالك يتغير، اللعيبه نفسها لازم تفهم ان السيناريو ده لازم يتغير. كابتن طارق طالع يعيط بعد المباراه ويقول لك احنا كنا افضل وكنا الافضل وكنا المستحوذين طول ال 80 دقيقه والخصم كسب. ازاي يا كابتن طارق؟ يعني انت ما شفتش احصائيات المباراه؟ المباراه ما كانش فيها فرص اصلا لحد ما الجول جه، انتوا ما ضيعتوش حاجه. وبعدين ثواني بس، في حاجه انت بتقولها كده والناس بتعديها وما تاخدش بالك منها. انت بتقول ان مشكله الزمالك دي مشكله على عبر الاجيال. كل ما يجي لاعب الاهلي في اي جيل، حتى لما انت كنت بتلعب كنت بتلعبه كويس وما بتكسبوش، ده كلامك، او ما كنتوش بتسجله قدام الاهلي. طب انت مش شايف وجه شبه في الموضوع؟ يعني انت بدل ما تقول احنا اللي عندنا المشكله كزمالك، ما تقول ان النادي الاهلي ده نادي عظيم ونادي مختلف عن اي نادي تاني بتلعبه، لان هو بيعرف يدير المباراه وبيكسب المباريات الكبيره وبيعرف ياخد بطوله وعنده سيستم محترم ونظام اي لاعب بيمشي عليه. عجبني قوي انك اعترفت ان لعيبه الزمالك دي لعيبه بتتدلع على مر الاجيال. عجبني الاعتراف ده بيأكد كلامي ان الاهلي منظومه ناجحه وفي سيستم وفي طريق مرسوم على مر الاجيال، مع اختلاف اللعيبه واختلاف المدربين. السيستم محطوط، انت لازم تكسب، مفيش اوبشن تاني انك تكسب. ولما تخسر ما ترميش الخساره على غيرك، لا، تحمل مسؤوليه نفسك واعرف انك خسرت عشان ما كنتش الافضل. لكن مشكله الزملكاويه ان هم بيطبطبوا على اللعيبه وبيقولوا لهم ولا يهمك، انت ما خسرتش عشان كنت وحش، انت خسرت عشان اتظلمت، انت خسرت عشان الجول تسلل، انت خسرت عشان اللاعب جاب الكره بايده، انت خسرت عشان الحكم مرتشي. لكن هو لو يواجه نفسه كزملكاوي ويقول ان احنا ما لعبناش واحنا ما نستاهلش نكسب واحنا جات لنا فرص وضيعناها، كان زمان حالكم اتغير. لكن هقول ايه، هي ربنا مقسمها عقليات. طالما وصلت لحد هنا ما تنساش عملنا مجهود جبار في الحلقه وجبت لك فيديوهات كان لازم نرد عليها. لايك وسبسكرايب عشان تشوف كل جديد، وكل سنه وانتم طيبين. سلام.